بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبائي في قناتكم كنوز الصحة. أولا مبارك لكم قدوم شهر رمضان، أسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وبمناسبة هذا الشهر الكريم اخترت لكم طبق بالحمص والدجاج والبسباس، حيث أن هذا النوع من الخضار للأسف لا نكثر من تناولها رغم أن له قيمة غذائية عالية وفوائد مذهلة. طبق مفيد للمصابين بالسكري وللمرأة خصوصا المرأة الحامل، يقي من السرطانات وأمراض القلب، ويساهم في خفض ضغط الدم ويقوي المناعة ومضاد لآلام المفاصل، وكثير من الفوائد الأخرى التي سنتعرف عليها في هذا الفيديو. فيلا نبدأ مع بعض في تحضير هذه الوصفة. نحتاج لهذا الطبق 3 حبات من البسباس اللي قطعته ونظفته جيدا وفصلت الأوراق عن الرأس، قطعة دجاج حسب الرغبة، وحبة كبيرة من البصل المقطع إلى قطع صغيرة، 2 كأس من الحمص المنقوع مسبقا في الماء، وملعقة كبيرة من زبدة البقر، وفص ثوم مبشور، والمعدنوس الذي نظفته وقطعته إلى قطع صغيرة، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، والتوابل متنوعة. استعملت أنا في هذه الوصفة بودرة الزنجبيل أو السكنجبير، وملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الملح. استعملت هنا ملح الهيمالايا، كما يمكنك استعمال الملح البحري، والكمية حسب الرغبة. نضع القدر على نار هادئة. أنا هنا استعملت قدر الطين أو الفخار لأنها تعطي نكهة رائعة للطبق بالإضافة لفوائده المذهلة. فالطبخ في الطين يحفز التفاعلات الكيماوية النافعة، مما يساعد على الهضم الجيد والتخلص من السموم والأمراض المناعية. لذلك علينا الاعتماد على الطبخ في الطين ليس فقط في شهر رمضان بل وفي سائر الأيام. حتى تخزين الماء في الطين يعيد له الحياة والنشاط، لذلك أنصح بالاعتماد على الطين في الطبخ في حياتنا اليومية. نضع ملعقة كبيرة من الزبدة على القدر، ثم نضيف لها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونتركها تذوب، وبعدها نضيف قطعة الدجاج ونتركها لتتحمر من الجانبين جيدا حتى تصبح بهذا الشكل. بعدها نضيف البصل المقطع في القدر وفص الثوم المبشور والتوابل سابقة الذكر، ونضيف نصف كمية المعدنوس إلى المكونات السابقة، ونحرك الكل جيدا مع بعض حتى تتوزع التوابل على كامل الطبق بهذا الشكل، ونتركها حتى يذبل البصل ويأخذ اللون البني الجميل. أعتمد على البصل تقريبا في كل الأطباق لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقي من السرطانات، فهو مفيد لصحة القلب والجهاز المناعي، بالإضافة إلى تخليص الجسم من السموم. نضيف الحمص إلى القدر بهذا الشكل ونحرك جيدا ونغلق القدر. ومن مميزات الحمص أنه يحتوي على حمض الفوليك المفيد للمصابين بالسكري وللمرأة الحامل في الأشهر الأولى، ويدخل في تكوين المخ، بالإضافة إلى الكلور الذي يقي الجسم من التقرحات. ومن جهة أخرى نقطع البسباس إلى قطع طويلة وكبيرة بهذا الشكل، ثم نحولها إلى القدر ونحرك الكل جيدا. يحتوي البسباس على العديد من المغذيات النباتية والألياف والمعادن والفيتامينات مثل البروتين والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والمغنيس، بالإضافة إلى الفيتامين سي والفيتامين أ، ولكن للأسف هذه الفيتامينات تتلاشى بمجرد تعرضها لدرجة حرارة ابتداء من 50 إلى 60. لذلك أعدكم أنني سأخصص وصفات أخرى بالبسباس أو الشمر للاستفادة من كل هذه الفيتامينات والمغذيات مستقبلا إن شاء الله، وذلك لأن البسباس مهم لهرمونات المرأة وخصوصا المرأة الحامل ونمو الجنين، بالإضافة على ذلك أنه يقلل من التوتر ويضبط الهرمونات ويهدئ الأعصاب. نضيف الماء الساخن إلى القدر، حوالي 2 كأس من الماء، ونترك كل المكونات تطهى على نار هادئة حتى تنضج. وطبق البسباس اللذيذ بالحمص جاهز للتقديم. أتمنى أحبائي أن تكونوا استفدتم واستمتعتم بهذا الفيديو. وأخيرا وصلنا إلى نهاية الفيديو مع تحضير أروع طبق بالبسباس والحمص والدجاج بطريقة صحية ولذيذة، مع الحرص الدائم على أن تكون كل أطباقنا صحية وسليمة لتساعد على الصيام بكامل نشاط وقوة.
أتمنى أحبائي أن تكونوا استفدتم واستمتعتم بالقدر الذي استمتعت به أنا. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى وضع إعجاب وتعليق جميل أسفل الفيديو والاشتراك في القناة إذا كنت جديد معنا. نلتقي هنا في فيديو آخر ومع وصفة صحية أخرى. سلام.